السلام عليكم. بتواصل الحديث مع حضراتكم، والنهارده بنشوف يعني بصوا الأرضية عاملة ازاي يا جماعة. وانطلاقا من الشكل اللي حضراتكم شايفينه دهوت، هتكلم عن ايه هي العوامل اللي بتؤدي إلى زيادة الرطوبة في الفرشة بتاعتنا. طبعا لابد من العزل للأرضية بتاعتنا أو لمكان التربية. طبعا المكان دوت فيه كلام كتير يعني، خصوصا إن إحنا بنربي في بيوتنا للأكل وكده، ولكن هنتكلم عن العزل في على مستوى التربية في البيوت بتاعتنا. زي ما انتم شايفين اهوت في شكارة السمرة دهيت تحت النشارة. حلو الفكرة دهيت، بس لما احط الشكارة دهيت يا جماعة لابد ان احنا نتقل الفرشة فوق النشارة، يعني تكون من 7 ل 10 سنتي في الشتاء، ومن 3 ل 5 سنتي ارتفاع النشارة في الصيف. دوت مسألة العزل يعني لما نيجي نربي طيور بتاعتنا. الحاجة التانية، العوامل اللي تؤدي لزيادة الرطوبة برضو زيادة كثافة الطيور. لما انا اربي يا جماعة في المتر المربع على الارض 20 طائر زي الصندوق دهوت اللي كنت اتكلمت عن مشاكله. لما اربي في الصندوق ده، لما مساحته تكون متر مربع واحط في المتر المربع دهوت 30 طائر، ايه اللي هيحصل؟ كمية الزرع او الحمام هتزيد، وبالتالي الرطوبة هتزيد. طب الرطوبة ده لما تزيد هتعمل لي مشاكل للفراخ. المشاكل ايه؟ الفرخ يجيله التهابات، الفرخ في رجله بثرات في جسمه، الفرخ يجيله اسهالات. يبقى اول حاجة لابد ان انا اعمل عزل كويس للفرشة. حاجة اتنين، ان انا مربيش اعداد كبيرة في المساحة بتاعتي. الحاجة التالتة، ان انا دايما اشيل الفرشه المرطبه. ما اصبرش مثلا اول ما اشوفها، اول ما اكتشف ان في فرشه مش نظيفه زي دهيت كده اهو، القرص المبلول من بره وناشف من جوه ده، لابد ان انا اشيل القرص دهوت واحط مكانه جير الاول، جير مطفي، وبعدين احط عليه نشاره او تبن. طبعا يا جماعة لو انا عندي سقاية مخرومة او علافة او اي حاجة مكسورة، ما احطش فيها لا مية ولا اكل. نمرة 2، لما يكون عندي اسهال في الفراخ بتاعتنا لابد ان انا اعالج الاسهال بسرعة. ليه يا جماعة اعالج الاسهال؟ لان الاسهال دهوت هيزود لي الرطوبة بتاعة الفرشة. طب لما الفرشة تزداد الرطوبة، لو أنا عندي بكتيريا أو طفيليات أو أي ميكروب في الفرشة كان خامل هيبدأ ينشط، لأن لقى الجو والظروف المناسبة بتاعته. فالناس اللي بتربي برضو في بطاريات، لو وسيلة الشرب كانت حلمات، لو في تسريب في الحلمة مفوتة، سواء كانت بطاريات أرانب بقى بطاريات فراخ، كل الحاجات دهيت بتزود الرطوبة، سواء كانت الرطوبة الأرضية أو الرطوبة الجوية. فبالتالي الرطوبة دهيت لما بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة بيكون ليها مشاكل سيئة جدا جدا على معدل نمو الطائر وعلى حيويته، وبتزود مشاكل أو يعني الإصابة بالأمراض. فلابد ان احنا نتفادى العوامل دهيت اللي هي العزل، الكثافة، الفرشة المبلولة. طبعا لو في مكان بتاعنا شباك مكسور، في حاجة بتدخل مطرة، نصلحه، نحط عليه حتى لزق مشمع بلاستيك، اي شيء. لابد ان احنا نتفادى مسألة زيادة الرطوبة في مكان التربية بتاعنا، علشان الفراخ بتاعتنا ما يحصلهاش أي مشاكل. إن شاء الله أتواصل مع حضراتكم، وشكرا لحضراتكم.